الساعة 8 على صراخ كتير في الحيطة وتراب بينزل وصوت رجع في العمارة، فأخدت اخواتي الاتنين وجريت بيهم على بره، وانا طالعه بيهم بره خبطت على ماما جامد وعلى اخويا عنده 12 سنه، خبطت عليهم وقلت لهم اطلعوا بسرعه البيت بيوقع، وعشان كان في طوب كتير بينزل من السقف حطيت اخواتي الاتنين تحت الكنبه وجريت على ماما عشان اقول لها يلا. هي كانوا لسه صاحيين من النوم مش حاسين بحاجه، فواقفين مصدومين مش عارفين يعملوا ايه، وانا لسه بخطي خطوه ناحيتهم لقيتهم وقعوا كلهم. يعني انت الشقه كام اوضه؟ انت كنت في اوضه؟ انا الشقه 3 اوض، انا كنت في الاوضه بتاعتي، ولما طلعت بره حطيت العيال جنب باب الشقه، هو الجزء ده ما وقعش، هو الجزء اللي هم فيه. اخواتك الصغيرين قدام باب الشقه؟ انا واخواتي الاثنين بنتين حطيتهم في الكنبه اللي جنب باب الشقه عشان كان في صخر كتير بيوقع من فوق. بعد كده بلف عشان اساعد ماما واخويا وابو هنا، ما عرفتش، ما لحقتش اساعدهم. بابا موجود معاكي؟ بابا برضه موجود مع ماما بابا واخويا وماما. اوكي، اسمه ايه؟ عبد الله. يعني بابا وماما وعبد الله دول نزلوا في الشطر الجنب اللي هو دول لقيت الاوض بالصاله بالحمام وقعوا بيهم، هما كانوا واقفين بيبصوا لي وانا ما عرفتش اعمل حاجه. اخدت اخواتي البنات ونزلنا من الباب اللي ورا في العماره من تحت، في باب ورا نزلنا منه بالعافيه تقريبا. انت اتصلتي بتيتا الصبح؟ انا اتصلت بتيتا وانا على السلم، قلت لها يا تيتا العماره بتقع الحقيني. هي كانت في حته اسمها العمريه، فجت على طول، فوصلت بعديها بساعتين او ساعتين الا. ده كل اللي حصل. يعني احنا بنتمنى ان ربنا يلطف ان شاء الله، وتطلع ماما وبابا واخوكي سلام ان شاء الله يكونوا احياء يا رب. ويعني ده ربنا يصبرك، وادعي لهم كده ان ربنا يعني يلطف بيهم ويكونوا سلام ان شاء الله. يا رب. دي اختك الصغيره مصابه بحاجه؟ لا، كدمات بسيطه. كدمات بس. اختك اخواتك التانيين فين؟ اختي التانية عند صاحبة ماما عشان تعبانة. كعبة برديه بعيد شويه. قاعدة مع صاحبة ماما عشان تعبانة وعمالة تعيط، هي عندها 9 سنين. هما 2 معاكي، يعني 2 هما اللي معاكي؟ 2 اللي عرفت الحقهم. ان شاء الله ربنا يطمنك عليهم. ان شاء الله ربنا لسه لحد دلوقتي بيدوروا عليهم، يا رب. ان شاء الله يكون ربنا حارسهم وحاميهم، يا رب. وباذن الله هنطمن مع بعض عليهم باذن الله. يا رب. بنشكرك جدا ومش هنطول ولا نضغط عليك في يعني زي ما تابعنا معكم اعزائنا متابعي مصراوي في كل مكان، يعني اللقاء اللي احنا اجرناه مع بوسي، هي فتاة ناجية من الطابق التاسع في العقار المنهار. زي ما قالت ان هي يعني امها والدتها ووالدها واخوها وقعوا امامها في الجزء اللي انهار، وهي كانت اخذت اخواتها الاثنين يعني حمتهم تحت كنبه في الجزء اللي ما كانش لسه انهار، وهي راجعه علشان تجيب اخوها وتلحق اهلها، يعني ربنا ما ارادش ان هي تلحقهم، فشافت الجزء اللي انهار، شافت والدتها ووالدها واخوها في الجزء اللي انهار. يعني محافظ الإسكندرية بيتواصل مع الفتاة الناجية. لو سمحت بنذكر حضراتكم ان لا زالت جهود البحث جارية عن ناجين اسفل العقار. وفق ما ورد الينا من الجهات الرسمية، هناك بلاغات عن 6 مفقودين اسفل العقار، يعني تم العثور على واحد منهم وهو الجثمان الذي تم انتشاله، ولكن لا زال هناك جهود بحث جارية عن 7 آخرين وفق البيانات الرسمية. في 7 حتى الآن جاري البحث عن مشاهدين
الاسكندريه استمرار تواجد محافظ الاسكندريه والجهات المعنيه والحمايه المدنيه اللقاء بس اللقاء بتاع المحافظ كما محافظ الاسكندريه تحدث مع البنت اللي مامتها يعني بنذكر حضراتكم بلقاء اللي أجرناه مع الفتاة الناجية. يعني قالت لنا إن هي حست الصبح بإن العقار يعني كان فيه شروخ أو ابتدى يحصل فيه تصدعات. قالت لنا يجيبوا لهم مكان يقعدوا فيه. انا قلت لها هم قاعدين عندي، انا قلت لها هم هيقعدوا عندي ان انا مش هسيبهم. بس تطمن على والدتهم. محافظ الإسكندرية بيطمئن على بعض الناجين من العقار. شكرا ان شاء الله. شكرا. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم أعزائنا متابعي مصراوي في كل مكان، احنا طبعا بنعتذر على يعني بعض بنعتذر على بعض المقاطعات اللي بتحصل بسبب طبيعة الواقعة، ولكن بنقدر يعني أو بنذكر لحضراتكم إن في لقائنا مع إحدى الناجيات من انهيار العقار كانت هي شاهدة على لحظة فقدان نص أسرتها، الوالد والوالدة والأخ، فقدتهم أمامها بعد ما شعرت بتصدعات فور شعورها بتصدعات صباح اليوم نقلت اخواتها البنات الصغيرين، حمتهم تحت كنبة في غرفة مجاورة، ولما راحت علشان تجيب أخوها بعد ما نبهت والدتها ما لحقتش، لأن الجزء أو الغرفة اللي كان فيها أخوها كانت من ضمن الجزء اللي انهار بالكامل أمامها في الطابق التاسع، وهي استطاعت النجاة والخروج بإخواتها البنات الاثنين عن طريق باب خلفي للعقار المنهار. يعني بنشكر حضراتكم على المتابعة، على نعود إليكم بإذن الله في متابعات جديدة. كان معكم من الإسكندرية محمد البدري.